طبعا نحن هنا منذ أسبوع في باشور كردستان. قمنا بتنسيق مسبق للحضور كوفد إعلامي إلى مناطق باشور كردستان. قمنا بالتنسيق مع نقابة صحفيين كردستان، أيضا مع مكتب الإعلام في وزارة الثقافة بإقليم كردستان، وقمنا بزيارتهم وزيارة أيضا لجنة الصحافة والشباب في البرلمان. أيضا زرنا مركز المترو، وزرنا نائب النقابة في السليمانية. كان عدة زيارات أيضا بالإضافة إلى بعض الأصدقاء الصحفيين الموجودين في باشور كردستان. كان هدف الزيارة الأساسي من مجيئنا كوفد رسمي هو تسهيل أمور الصحفيين، تسهيل دخول الصحفيين إلى باشور كردستان وإلى روجافا، التنسيق بيننا كاتحاد الإعلام الحر ونقابة صحفيين كردستان لتسهيل أعمال الصحفيين والإعلاميين. أيضا الوصول إلى بعض الحلول للمشاكل التي تعترض العمل الصحفي. أيضا إمكانية إتاحة الفرصة لفتح المؤسسات الإعلامية في باشور كردستان وأيضا في روجافا. كان هناك عديد من النقاشات، كانت النقاشات بمجملها إيجابية. طبعا نحن كانت هذه الخطوة الثانية بالنسبة لنا. كان لنا زيارة في العام الماضي بناء على دعوة من نقابة إقليم كردستان، نقابة الصحفيين. حضرنا مؤتمرهم الدولي، كان لنا مداخلة ضمن المؤتمر تتحدث عن واقع الإعلام في روجافا وشمال وشرق سوريا.